اكبر كذبه اللي غادي تقدر تسمع حاليا هي المرض ديال بنسنس، واللي كيدعي باللي جاه مرض صعيب وغريب من طرف الجن والشياطين. تعرضت لضعف المناعة من العالم السفلي اللي هما الجن والشياطين. على حساب الكلام ديالو بلي 4 سنين ديال المغامرات اللي كان كيدير وكيقوم بالتصوير ديالها على موقع اليوتيوب، على حساب ما قال باللي الافاعي والعقارب والجيفه وشرب الدم ولحم الحيوانات المحرمه اللي كان ديما كياكلها كانت هي السبب في المرض اللي كيعاني منه حاليا. الحمد لله على كل حال. من بعد في هذا الفيديو كنحس براسي ماشي هو هذاك، ولكن الحمد لله على كل حال. بغيت نأكد ونعطي واحد الرسالة للجميع أن الإنسان قوم من الجن. باش نوضحوا الفكره اكثر ونحكيو القصه ديال بنسنس او الحادثه اكثر، غادي نرجعوا لنور الدين الشنوي المعروف على الفيسبوك بالافلام القصيره اللي كان كيصور والشهره اللي كان حصل عليها في السنوات الاخيره. حتى غادي يجي النهار اللي غادي يضعف فيه نور الدين الشنوي وغادي يخرج بتصريحات باللي مريض وعنده التوكال، بمعنى شي واحد دار ليه سحر التوكال. حتى صحتي وليداتي باغي عطيتني الصحه ديالي، عطيتني الفلوس. انا كنتمنى كلشي يدعم معايا، دعوا معاك الجمهور ديالك كيدعم معاك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كنشكرهم بزاف المغاربه كلهم في القلب. سيدنا الله ينصرو المغاربه كاملين، الشعب المغربي اللي داخل الوطن وخارج الوطن، ولا اطفال ولا اباء. تحيه للعبايه المنتخب اللي هو خويا نصيري وخويا ربيعي وخويا. هنا غادي يتعاطفوا الناس مع المرض ديال نور الدين الشنوي وغادي يدير واحد الضجه كبيره مواقع التواصل الاجتماعي. هادشي اللي غادي يخلي ستريمر الياس المالكي يدخل على القضيه وغادي يستدعي نور الدين الشنوي وغادي يدير معاه بث مباشر غادي يجمع ليه 26 مليون مغربيه من عند اللاعبين ديال الكره ومن عند بعض المتابعين ديال الياس المالكي. هنا غادي تشهر هذه القضيه ديال 26 مليون في مواقع التواصل الاجتماعي. رجع كلشي كينتقد نور الدين الشنوي وكيقولوا باللي استغل التعاطف ديال المغاربه باش يجمع على ظهرهم الفلوس، ونعتوه بالنصاب والسعاي وبميسي التوكال. حتى من بعد المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي غادي يخرجوا وينتقدوا ويقولوا عليه باللي نصاب رقم مباشره وغير مباشره، من بينهم اليوتيوبر بسيهوش اللي غادي يخرج بواحد الفيديو كيستهزأ من نور الدين الشنوي بطريقته الخاصه. خويا الله يرحم بيه الوالدين، الدري هذا مسكين بعد ما كانش يضحككم بزاف، كانش يعاود لكم بزاف ديال الاحداث. وقت التوكال يا صاحبي خويا حتى هو كل التوكال، تعاونوا مع الله يرحم بيه الوالدين. غنخليو لكم الريب ديالو لا يا الدراري، ونخليو حتى الريب ديالي الله يرحم بيه الوالدين. بعد بسيهوش طاحت عليه فكره انه عوض يبقى يستهزأ منه ويدير عليه فيديوهات ما غادي يربح والو، طاحت عليه هو الاخر يدعي انه مريض بالسرطان، عنده ورم خبيث في الفك ديالو. هنا في القوا عندي ورم في هاد البلاصه هنا شي ما راه كيبان لك اصلا دابا شفتي فيا مزيان تبان لك هاد البلاصه هادي نورمال، وهنا شا كتبان واحد شويه. راكم عارفين نتوما السبيطارات عندك اللعيبه وتبان بداو نديرو الشيمي، بداو نديرو هادي، نديرو هادي. مشيت اخويا تما دوزت واحد 30 يوم في 30 يوم في السبيطارات ومع دوك الناس اخويا اللي هضرت معاه تيقول لي اخويا سير دوز داكشي ايامات في داركم اخويا وبلا ما دير اخويا الشيمي. تيقول لي ندمت اخويا علاش درتو. والعجيب في الامر هو انه حتى هو الاخر لقى التعاطف من طرف الجمهور ديالو ومن طرف صناع المحتوى اللي ساعدوه ماديا ومعنويا، واللي من بينهم فاروق لايف، وجمع حتى هو اموال اللي كثيره ولكن كانت مستوره حتى واحد ما عرف المبلغ شحال بالضبط. المهم هو انه ضرب ضربه صحيحه في اقل من اسبوع. من بعد هذا الشيء كامل غادي يدخل على الخط ميسي الكذوب والخرافه بالنسنس اللي ديما كان كيكذب على المتابعين ديالو، فيديوهات كلها مفبركه وكيدعي باللي شاف الجن ولقى كنز ولقى قراعي ديال الشراب وجمجمه، الا ان هذاك الشيء كامل كله كذوب ما منه والو، مجرد تمثيل في تمثيل لاستقطاب المشاهدات لا غير. غادي يخرج مؤخرا هو الاخر كيدعي بانه مريض وكيروج المرض ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي. اني مرض بالسرطان. والهدف راه باين، كيف داروا الاولين اللي تكلمنا عليهم حتى هما نفس الشيء، وكل شيء باين وواضح. كل شيء باغي يجمع التبرعات والفلوس مقابل اللعب على العاطفه باسم المرض. لاحظتي الصور ديال بنسنس كلها كتبان مفبركه وفيها فلتر اللي كيخليه يبان مريض ما عندوش الشعر والحجبان. وحتى الصفحات ديال الفيسبوك اللي ما عندهم لا محتوى لا والو، مقابلين غير نشر الاخبار الكاذبه والمغلوطه اللي جاب المشاهدات، حتى هما عاونوه باش يبرز هذه الكذبه ديالو. خلاصه القول، اغلبيه المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا نسبه 80% فيهم غير نصابه ضحكوا على العقول الضعيفه
والهم الوحيد ديالهم هو المال والشهره. غير حاجه اللي غادي نقول هي الله يهدي ما خلق. قناعه راه كنز كبير، واللي ما عنده قناعه ما يعمر عينيه غير التراب. نتشوفوا في فيديو جديد ان شاء الله. كنحسب راسي نمشي وهذا، ولكن الحمد لله على كل حال. بغيت نتأكد ونعطي واحد الرسالة للجميع أن الإنسان قوم من الجن، قوم من المخلوقات اللي خلقهم الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن الإنسان خلق الله قوم من كاع الكائنات اللي كاينين في هذا العالم ديالنا ماشي ديالهم. لكن الحمد لله على كل حال. لأنني تعرضت لضعف المناعة من العالم السفلي اللي هما الجن والشياطين. وجه رسالة الناس مساكن اللي مرض بالسرطان